معكم الشيف حبيبه المعروفه بقاطو البليده، المحافظه على المهرجان والمنظمه للطبعه الاولى للكسكس الجزائري تحت الشعار الكسكس الربيع البوليدي، مع المجتمع المدني بالتنسيق مع المجتمع المدني للاتحاد الوطني لتقنيه المواطنه. نحن يعني كمجتمع مدني نظمنا هذه الطبعه الاولى بالتنسيق مع مديريه السياحه، مع مديريه الثقافه، مع مديريه الشباب والرياضه، مع مديريه مع المجلس البلدي والمجلس الولائي. قدمنا هذه الطبعه الاولى في يوم 19. اليوم 19 كان اليوم اللي شاركوا فيه المتسابقين. كانت مسابقه يعني فيها من كامل طبوع الوطن، من ربوع الوطن. شاركت قريب 13 ولايه. كانت تتبسه حاضره معنا سوق قهراس، كانت تيزي وزو، كانت البويره، كانت بومرداس، كانت قسنطينه حاضره معنا، ولايه قسنطينه مدينه الجسور المعلقه. كانت ولايه البليده اللي شاركت يعني الكسكس تاع الطبعه هذه. كان كسكس الحمامه حاضر معنا، الكسكس الاطلس البوليدي اللي معروفه به مدينه البوليده. اليوم 20 في حفل تكريم للمتسابقين، في حفل جد يعني كان مغري كما نقولوا حنا، بحضور السلطات المحليه والسلطات الاداريه. كانوا كامل حاضرين معنا يعني في التكريمات تاعنا. تكرموا يعني. كانت المرتبه الاولى من نصيب ولايه تيفازا، المرتبه الثانيه كانت من العاصمه، المرتبه الثالثه كانت من ولايه الكاليتوس يعني كانت من العاصمه. وجميع الولايات تكرموا يعني بالميداليات يعني والشهادات المشاركه تاعهم. نتمنى التوفيق للجميع، يعني المزيد راح يكون افضل باذن الله في الطبعه الثانيه في نفس التوقيت وفي نفس الحال وفي نفس الوقت. عمي علي ولد عيسى، عمي علي ولد عيسى من تيفازا اللي راهم جيراننا وحبابنا اللي راهم هنا. نقولوا باللي عمي علي بشهاده لجنه التحكيم لما فتحوا الغطاء تاع الكسكس تاعو بشهاده رئيس اللجنه، قال لك شميت في الكسكس تاعو ريحه الثوره الجزائريه. قال لك شميت ريحه الثوره الجزائريه هذا بالكسكس اللي كان هذاك الوقت. الشيخ مصطفى بالسعدي رئيس لجنه التحكيم في هذه التظاهره الطبعه الاولى للكسكس البوليدي الربيعي، يعني بالاتحاد الاتحاد الوطني المدني لترقيه المواطنه بالتنسيق مع المجلس الشعبي الولائي. كانت هذه التظاهره في حلتها الاولى مشاركه 58 ولايه، يعني كل ولايه حطت التراث تاعها العادات والتقاليد من كل ربوع الوطن. واللي كان حفل التكريم 5 الاوائل كانوا من كل ولايه من ولايات الوطن، 5 كل واحد من الولايه. هدفنا اننا نروج هذا الانتاج، نروج ثقافه المطبخ الجزائري والكسكس اصول مشتركه ما بين دول المغرب العربي، لكن كل بلد عندها ميزاتها وعندها خصائصها. وان شاء الله تمهيدا للطبعه الثانيه، والتوفيق لكل الساهرين والقائمين على هذا المهرجان، خاصه الشيف حبيبه مهدي. السلام عليكم، معكم سيدة بالجلالي كريمة حرم بالقاسم، متخصصة في الأطباق التقليدية. أنا موهوسة بالطبخ التقليدي الجزائري، حابة نلحقوا الأعلى يعني الأعلى المستويات، باسكو إحنا الجزائر قارة الله يبارك، عندنا أطباق وأطباق وأطباق، ماذا بينا نلحقوا. كنت شفت هذا المنشور تاع الكسكس البليدي، يعني تقدمت وقبلوا لي الآخر وشاركت بالكسكس القبائلي، منطقة القبائل. كان لي الشرف أني نمثل منطقة القبائل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ما كانتش سهلة، سانسيرمون ما كانتش سهلة، باسكو كنا تقريبا فايتين 30 ولاية، يعني طبعة متميزة، والطبعة الأولى دائما متميزة.
فزت بالمرتبه الخامسه بجداره الحمد لله. الشكر لرب العالمين يعني والناس اللي وقفت معنا. شكر كبير للشيف حبيبه يعني سانسيرمون نظمت لنا هذا المهرجان. الطبعه الاولى في ولايه البليده كانت طبعه رائعه. الشيف مصطفى بالسعدي اللي كان معانا ودائما معانا ويوجهنا، والمتنافسات كانوا الله يبارك صدقوني غير يعني سيدت نمثل منطقه القبائل يعني درت كاع مي فورس باش نمثل منطقه القبائل. بصح صدقوني الكسكس كما يقول لك همه لو كان بالماء من الحداده للحداده. يحيى ولاد بلادي وبنات بلادي وتزال ان شاء الله في القمه، باسكو الكسكس هو مغرب عربي بصح جزائري.